هنجيب نص كيلو من صدور الفراخ، هنتبلها بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل والزعتر، شوية كده من الزيت، ونتبلها كويس قوي. الأحسن نحطها في التلاجة شوية ساعتين كده علشان تشرب التتبيلة، بس لو مستعجلين اعملوها على طول برضو هتبقى حلوة قوي. في طاسة على نار عالية هنزل بمعلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الزيت. أول ما تسخن كويس قوي هنزل بالفراخ بتاعتي واضغط عليها كده كويس قوي علشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بتاخد اللون ده على طول بقلبها الناحية التانية وبرضو بضغط عليها علشان تاخد لون حلو كده. بعد كده بشيلها واكمل باقي الفراخ بتاعتي، يعني مش بحط الفراخ على بعض او بحط كمية كبيرة علشان مش عايزة الطاسة بتاعتي تبرد، انا عايزاها تفضل على نار عالية علشان الفراخ تحتفظ بالسوائل بتاعتها وتبقى طرية معاكم. خلصت كل الكمية، بعد كده برجع بقى باقي الفراخ اللي كانت في الطبق واحطهم على بعض عادي جدا. اوطي النار اخليها اقل من متوسطة واغطيها واسيبها 10 دقايق ربع ساعة وبس كده بقت جاهزة معايا. هتحطوها بقى في الطبق وممكن تزينوها كده بشوية من الزعتر. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ ممكن بقى تقدموها مع سلطة او مكرونة مسلوقة، او ممكن كمان الخضار السوتيه عملناه مع بعض في الفيديو اللي قبل ده على طول. مش قادره اقول لكم بقى كانت حلوه جدا. ميزتها كمان ان هي ما فيهاش دهون كتير وتنفع قوي مع الدايت، واخده لون حلو قوي من بره بس في نفس الوقت طريه ومستويه من جوه وحلوه قوي. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.